تعالوا كده نجرب كل واحد فينا يسأل نفسه السؤال ده: هل أنا دلوقتي فعلا هنا ولا دماغي في مكان تاني خالص؟ الحقيقة اللي العلم بيأكدها إن اللحظة اللي احنا عايشينها دلوقتي هي كل ما نملكه فعلا، لكن المدهش إن مخك بيكره يعيش اللحظة. في كتاب أنت لست ذكيا إلى هذا الحد، في فصل اللحظة الكاتب بيشرح ظاهرة نفسية مدمرة اسمها الشرود العقلي المزمن. وده باختصار معناه إن دماغك بتحب تسافر، تعيش في الماضي أو تسرح في احتمالات المستقبل، بس نادرا ما بتقعد معاك في اللحظة دي نفسها. يا ترى ليه ده بيحصل؟ لأن المخ عنده ميل طبيعي للهروب من اللحظة، سواء كان فيها مجهود أو خطر أو حتى ملل، فبيبدأ إنه هو يفكرك بموقف قديم فيه مشاعر من كافة أنواع المشاعر، محزنة أو مفرحة، أو يخوفك من أشياء هتحصل في المستقبل، أو يخليك تتمنى أشياء معينة برضو في المستقبل. المهم يهرب من اللحظة الحالية إلى الماضي أو إلى المستقبل، وفي الحالتين بيسرق منك اللحظة الحالية. في دراسة ضخمة اتعملت من جامعة هارفارد استخدموا فيها تطبيق على آلاف الناس بيقيسوا حالتهم النفسية بشكل لحظي، والنتيجة الصادمة إن في أكتر من 47% من الوقت الناس كانت مش حاضرة ذهنيا. وكل ما الشخص كان بيسرح مستوى سعادته بيقل، حتى لو كان بيعمل حاجة بيحبها. يعني ممكن تكون انت في فسحة او بتاكل اكلك المفضل او بتتكلم مع حد بتحبه، بس عقلك مش معاك، وده معناه ان انت مش عايش اللحظة دي فعلا. وده مش بس بيأثر على مشاعرك، ده كمان بيأثر على أدائك وتركيزك وقراراتك وحتى علاقاتك. لو خدنا أمثلة من حياتنا اللي حوالينا هنلاقي مثلا موظف بيشتغل لكنه طول الوقت بيفكر في الشغل اللي المفروض يعمله بكرة، فبينسى الحاجات اللي بيعملها النهاردة. مهم ان انت تخطط لبكرة، ولكن ما تضيعش استمتاعك في نفس الوقت بالأشياء اللي انت بتعملها حالا. مهم ان انت تكون حاضر ذهنيا. برضو لو خدنا مثال تاني، قاعدة مع أولادها بس تفكيرها في مشاكل البيت أو في حاجات حصلت في الماضي أو في حاجات هتحصل في المستقبل، فبتضيع جودة اللحظة الحالية. أو شاب في تمرين جيم بس مخه بيفكر في المراية، أو بيفكر في إزاي هيشوف نفسه، أو بيفكر في الناس وبينسى يستمتع بالأداء الحالي اللي هو بيعمله. أو حد بيتفرج على حاجة معينة، أو حد بيقرأ كتاب، أو حد قاعد مع أولاده، أو حد قاعد مع زوجته، أو أي مجال من المجالات، نلاقي إن في وقت كبير قوي مخنا بيتوه مننا في الماضي أو المستقبل. الرسالة العملية اللي الكتاب بيأكدها هنا هو إن عيش اللحظة مش رفاهية، دي مهارة عقلية أساسية بتفرق ما بين حياة عادية وحياة ممتلئة وناجحة وفيها سلام وسعادة وهدوء. وعشان تدرب نفسك على الموضوع ده، جرب ان انت يوميا تسأل نفسك باستمرار: انا دلوقتي هنا فعلا ولا انا في مكان تاني خالص؟ خد نفس عميق وركز في إحساسك بجسمك وصوتك ونظرتك، ولو لقيت نفسك سرحت ما تجلدش نفسك، بس ارجع تاني بالراحة وهدوء. الخلاصة هنا إن الماضي فات والمستقبل لسه مجاش، واللي في إيدك فعلا هو اللحظة الحالية. فلو ضيعتها ممكن تكون ضيعت عمرك كله وانت مش واخد بالك. استمتع بما أنت فيه الآن واشعر بقيمته، وهدي عقلك بين الذهاب إلى الماضي أو المستقبل. هدي عقلك وخليه في الحاضر.